الخطيب ينقذ الزمالك بهذا القرار التاريخي، والنيابة العامة تكشف خطة تلاعب المعزول، وتفجر مفاجأة كبيرة في حبس مرتضى منصور. ولكن قبل ما نبدأ الخبر على الطرق فمكن بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت من عشاق قهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد الأزمة التاريخية التي تعرض لها نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، وبعد رفض لاعبي الزمالك المشاركة في التدريبات وعمل إضرابات وافتعال أزمات مع رئيس النادي المعزول مرتضى منصور، أكد مصدر مسؤول داخل إدارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب سيجتمع يوم الأحد مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لمناقشة الأزمة التي يتعرض لها نادي الزمالك، وسيشارك هذه الجلسة وزير الشباب والرياضة المصري. وسيكون ملخص الاجتماع أن الأهلي وكل أندية مصر سترفض أي لاعب من الزمالك، وقال ستشكل لجنة أزمات من الأهلي والزمالك لمساندة المارد الأبيض في هذه الفترة الانتقالية. وقال المصدر أن النيابة العامة باشرت عملها ضد المعزول مرتضى منصور، وكشفت تلاعبه في تزوير شهادة مرضية من أحد المستشفيات الأميرية. غير ذلك باشرت النيابة الإدارية عملها داخل نادي الزمالك رغم حرق مرتضى منصور المستندات التي تدينه وتدين أولاده وتطول أعضاء بارزين داخل إدارة نادي الزمالك. فهناك غسيل أموال وتهريب أموال خارج مصر من أموال نادي الزمالك. وستعمل اللجنة المشتركة بين الأهلي والزمالك واتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لوقوف القلعة البيضاء على رجليها من جديد. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب لقهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.